مساء الفل عليكم. عارف ان انا اتاخرت كتير قبل ما اطلع اعمل لايف لاني ما كنتش متمالك اعصابي ان انا اطلع اتكلم في كرة القدم بعد مباراة سيئة جدا من نادي الزمالك. لكن بحمد ربنا لان اللي حصل النهارده في مباراة الاهلي والزمالك ان المباراة تخلص 2-0، فده كرم من النادي الاهلي، فده رأفة من النادي الاهلي، فده احساس ان احنا بنلعب بره مصر والاهلي مش عايز يفضحنا اكتر ما احنا مفضوحين. النادي الاهلي كان كريم جدا معانا النهارده. النادي الاهلي النهارده انا بشكره ان ما دس علينا اكتر ما هو دايس علينا. النادي الاهلي النهارده لو عنده سنه حميه، النادي الاهلي النهارده لو بيكرهنا زي كره العمى، زي الحاله اللي ما بين المشجعين ما بين الاهلي والزمالك، كان نزل النهارده غلبنا ولا 8 ولا 9 ولا 10. النادي الاهلي فاز لانه الافضل، لانه الاحسن، لانه الاقوى فنيا، الاقوى اداريا، الاقوى تكتيكيا، الاقوى التزاميا، الاقوى في كل شيء. فبالتالي فوز النادي الاهلي بالسوبر عادي، اكتساح النادي الاهلي للبطولات عادي. اللي ما كانش عادي هو الدربكه اللي كانت على النادي الاهلي في بدايه الموسم، ده اللي ما كانش عادي. نادي بيمتلك الافضل في افريقيا، بيمتلك الافضل في الشرق الاوسط، بيمتلك اداره محترمه، بيمتلك اداره بروفيشنال، بيمتلك اعضاء نادي عارفه مصلحتها فين. ولما كابتن محمود الخطيب قال لك انا مش هنزل الانتخابات، قال لك لا، لازم تنزل، انت اللي عارف، انت اللي فاهم، انت محتاج بس انك تضيف بعض الناس عشان يساعدوك، عشان انت ربنا يشفيك ويعافيك. جابوا سيد عبد الحفيظ، وما ادراك مين كابتن سيد عبد الحفيظ، عشان ينظم البيت، عشان يشيل شويه من الالتزامات اللي على كابتن محمود الخطيب. فبالتالي التزام، انضباط. شفنا امبارح اللقاء بينه وبين زيزو في بعد نهايه التمرين النهائي. النهارده شفنا نتيجته على الملعب. نادي الزمالك من بدايه المباراه سب، لعن، شتايم، اهانه، نسى الفريق، نسى كل شيء ويركز مع زيزو. زيزو رد عليهم بقمه الادب والاحترام، لم يستفزهم، لم يشتمهم، لم يحرق دمهم ولا عمل اي شيء، بالعكس خد مان اوف ذا ماتش. هو ده اللعيب البروفيشنال، بغض النظر عن مستواه حلو وحش، لكن لعيب تمالك اعصابه، لعيب لعب بكل الحميه بكل الرجوله، فات فرقته. فبالتالي وجود كادر اداري زي كابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن محمود الخطيب، فمن بدايه البيت سليم. تيجي بعد كده شافوا مدير فني سيء، مشوه، ما زعلوش، ما عملوش اي مشكله، جابوا مدير فني تاني ماشي كويس وزي الفل. قال لك لا، احنا محتاجين مدير فني اجنبي. بدا بانتكاستين، بدا بتعادلين، محدش فرق معاه، كمل، هم عارفين اختياراتهم. وكان دليل ان حتى هو بيتعادل بيقدم مباراه كويسه. فبالتالي لاعب كمل، لاعب قدام سيراميكا عجنهم بتشكيل غريب عجيب بفكر جديد. لعيب مدير فني لسه داخل على الفرقه، تشوف بن شرقي بيلعب يمين، تشوف زيزو متحرر، تشوف تريزيجيه متحرر، بتشوف جراديتشار، بتشوف طاهر، بتشوف كل اللعيبه، بتشوف ثنائيه جديده ما بين مروان وديانج، بتشوف بين رمضان موجود على الدكه. فبالتالي مدير فني صح، مدير فني 10/10، حضر لعيبته 10/10، كل حاجه كانت 10/10. فبالتالي المحصله الاهلي كان كريم جدا معانا بالفوز 2-0 فقط. شكرا النادي الاهلي انك ما دوستش علينا اكتر ما احنا متداس علينا، لان النهارده لو كنا خرجنا ب5 6 7 كان عادي. تخيل النادي الاهلي كل ده ما راحش غير كورتين عليك. النادي الاهلي لو كان عايز يدوس اكتر من كده كان داس. انت بقى عندك ايه؟ عندك كل حاجه غلط، عندك مدير فني، عندك رئيس نادي جبان، خايف يطلع للاعلام، خايف يطلع يتكلم، خايف ياخد قرار في كرة القدم، فاستخبى ورا ستارة جون ادوار. ايه امكانيات جون ادوار؟ كان ناجح في فرقة فاركو اللي كانت متزيلة الدوري. فبالتالي النهارده انت لما تبقى رئيس البيت جبان مستني منه ايه؟ جاب واحد جون ادوار ما عندوش اي خلفية في اي شيء، راح لملك زبالة الفرق. جاب شيكو بنزا اختياراته فاشل، جاب عمرو ناصر فاشل، جاب احمد شريف فاشل، جاب معالي فاشل وضعيف وجبان، جاب اغلبيه الصفقات اللي موجوده فشل كلهم. فبالتالي النهارده جبت مدير فني بارخص حاجه
اسمه يانيك فيريرا، ما دربش حد في الدنيا، ضعيف جدا، فبالتالي استمر، كان فاشل، فضلت مستمر عليه، ومجلس الاداره يقول لك مشيه، تقول لك لا مش همشيه، هفضل اسيبه زي ما هو. فبالتالي وقت ورا التاني كل يوم الفرقه بتنسى الكوره اكتر واكتر واكتر واكتر، وبعد كده زنقت الفرقه، جيت عينت شلت حازم امام، او حازم امام مشى، رحت جبت احمد عبد الرؤوف، جبته من الدار للنار. ايه امكانيات احمد عبد الرؤوف؟ لعب فتره في الزمالك كان نجم، ما كانش نجم، لعب في منتخب ما لعبش منتخب، ايه لعب درب بلديه المحله، وبعد كده قالوه لسوء المستوى، وبعد كده جيت انت قبل السوبر عشان انت تقيل يانيك فيريرا اللي انت صبرت عليه فتره كبيره جدا، وكان عندك فتره ايقافات كتيره جدا، وكان عندك فرصه تجيب مدير فني كتير جدا، ما عملتش الكلام ده عشان تلعب طلائع الجيش اللي بينافس على الهبوط تكسبه كسب اونطه، عشان تلعب بيراميدز المنهك، واللعيبه هي اللي حاولت تشد شويه من ازرق، اللعيبه اللي كانت رجاله. واحد يقول لي انت المره اللي فاتت شكرت في اللعيبه، انا شكرت في اللعيبه الرجاله، مش كل اللي في الزمالك مش رجاله. وبعد كده عدينا بيراميدز بالاونطه وببركه دعاء الوالدين عشان نخش على ماتش النادي الاهلي، يجي بقى احمد عبد الرؤوف يفتكس. انا اقسم بالله كان عندي الشجاعه وكنت بقول بعد مباراه بيراميدز ان احنا هنكسب، ليه؟ لو لعبت بنفس التشكيل. لكن اول ما بقرا التشكيل بلاقي سيف فاروق جعفر اللعيب الطري الني اللي ما لعبش كره قدم في حياته ولا قدم، وراح بيراميدز وطردوه بره. بعد كده لقيتك بتلعب عمرو ناصر اللعيب الكاره حياته اللي خد فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه بيلعب، لقيت بتلعب شيكو بانزا اللي اللعيب خد فرصه واثنين وثلاثه ما عندوش ابجديات كره القدم، بتلعب بعبد الله السعيد اللي عنده 41 42 سنه ومستواه ضعيف جدا، بتلعب بلعيب اسمه ناصر ماهر لعيب خرج من المعسكر وبدا يرد على المنتخب، فبالتالي سداح مداح. النهارده تتفرج على الملعب، مين جناح شمال؟ مفيش. مين جناح يمين؟ مفيش. مين نص ملعب؟ مفيش. مين اللي بيلعب مهاجم؟ مفيش. عندك لعيب اسمه عدي الدباغ، حتى لو كان هو فاشل وحتى لو كان هو سيء، انت سايبه على الدكه ليه على حساب عمرو ناصر؟ معرفش. عندك لعيب اسمه عمر جابر عمال يضرب في زيزو على مدار المباراه، احمد فتوح مرقعه ما بعديها مرقعه، ومحمد شحاته الراجل الوحيد في نص الملعب وسط ادغال وعمالقه اسمها النادي الاهلي. ادغال اسمهم عمالقه النادي الاهلي. حط الاسامي بتاعه النادي الاهلي، حط كده، قول اتكلم معايا على تريزيجيه، اتكلم معايا على بن شرقي، اتكلم معايا على زيزو، اتكلم معايا على جراديتشار، اتكلم معايا على بن رمضان، اتكلم معايا على مروان عطيه نجم خط وسط منتخب مصر، اتكلم على ديانج الدبابه، اتكلم على ياسين مرعي، اتكلم على ياسر ابراهيم، اتكلم على كوكا النهارده اللي كان راجل وعدم بزيره، ولكن بزيره ده موجود خالص، هي شويه حركتين بيعملها يمشي الكره تحت رجليه، وكوكا النهارده التاني ماتش يحطه في جيبه. فبالتالي عواد ما عندوش خبره الماتشات الكبيره، دايما عواد بتاع ضربات الجزاء، فبالتالي المحصله كانت صفر. نادي الزمالك خسر 2-0 لكرم النادي الاهلي. وكل قلبي مبروك لجماهير النادي الاهلي. طلعت اكلمكم النهارده كوره، تحليل بسيط جدا على فنيات. حرام لو فرقه زي الزمالك دي تاخد السوبر وتكسب النادي الاهلي. ان عملتها هتبقى دحلبه ضربات الجزاء ورحنا لضربات الجزاء الحظ الترجيحيه، ساعتها ممكن احنا ناخد السوبر. لكن عايز تحط امكانيات فرقه وتحط اسامي وتحط تكتيك وتحط يا باشا، ده انت لو تتفرج على الف ب كوره جهل الفرقه وانت بتلعب ضربه المرمى وعواد عايز يلعبها، النادي الاهلي يلعب لك ويقف لك باربع لعيبه وانت عايز تطلع الكره ما انتش عارف، فانت غيرت اسلوبك لجبنك لفشلك. لكن النادي الاهلي ما غيرش اسلوبه وفرض اسلوبه على مدار المباراه ولعبك وهو واقف. النادي الاهلي النهارده مفيش لعيب عرق، كله بيلعب على اللي واقف. مش عايزين يهينك اكتر ما كده، ومش عايزين المباراه تخرج بره السيطره. فبالتالي مين يستحق السوبر المصري؟ هو النادي الاهلي. مين غيره في مصر يستحق السوبر المصري غير النادي الاهلي؟ لكن لو خلصت المباراه النهارده باللعيبه دول اللي لا يسووا، ومش عايز اعمم في اللعيبه بتاعت نادي الزمالك، لكن تخيل بنتايج الراجل مش موجود النهارده. تخيل النهارده محمد شحاته بيلعب لوحده، دونجا في عز مستواه قوته مش موجود النهارده، وبعد كده محمد شحاته لوحده، وبعد كده كل لعيبه نادي الزمالك مش موجوده. فحرام ان فرقه تانية تعرف تاخد السوبر غير النادي الاهلي. مبروك للاهلي، مبروك لجماهيره. اسف ان انا راهنت على حصان اعرق كالعاده، وللاسف هحط خيبتي على جنب واسكت واقف انا النهارده في الشارع مش عايز اروح من كتر الاحباط اللي الواحد حس بيه. شكرا ليكم، وقابلكم في ظروف احسن من كده. مبروك للاهلي وجماهيره، مبروك لكل اخواتي اللي موجودين على الصفحه، مبروك لاخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي.
لان دي كوره في الاول وفي الاخر، نختلف مع بعض لكن بنحترم بعض. وانا غير راضي جدا على اللي حصل من جماهير نادي الزمالك، من السب، من الجعان، من كذا. خلاص ارجع واقول لك برضو كلمه حق، اللعيب كان شريك حتى النهايه مره واثنين وثلاثه، لكن اخر سنه لقى نفسه رايح في داهيه. ليه 80 مليون جنيه ما خدهمش؟ بصراحه هو ذكي، نط من المركب اصلا لو كان في مركب. فبالتالي النهارده راح فرقه بطولات، خد فلوسه وضامن فلوسه اللي هو بيلعب، فبيلعب بمزاج، بيلعب بروقان. النهارده بيحصد اول بطوله. شكرا جميل نادي الزمالك، كتر خيركم انتوا رحتوا شجعتوا، بس رحتوا شجعتوا ضد زيزو وسبتوا الزمالك. لك الله يا جمهور الزمالك. وهنقول ايه؟ سيظل نادي الزمالك كبير رغم اي حاجه ممكن تحصل. سلام عليكم.